مساء الهنا والسعادة، كل سنة وانتم طيبين. عيد مبارك عليكم وعلى كل حبايبكم، اللهم امين. تعالوا اقول لكم كل اسرار البيتي فور الناجح على ايد اكبر الحلوانية في مصر. اسرار عندنا وبس، حصري. ازاي هتطلعي البيتي فور جميل، النقشة بتاعته بارزة، محتفظ بقوامه قبل وبعد التسوية نفس الحجم، لا بيسيح ولا بيحصل له اي مشاكل. شايفين شكلها جميل قد ايه، وقد ايه هي دايبة ومرملة، حاجة كده بجد وهم. بيتي فور فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. طريقة سهلة وبسيطة، وهقولكوا على أسرار مش هتلاقوها في أي مكان تاني. ازاي لو فرش منكم أو العجينة تقلت شوية ازاي تظبطوها من غير ما تعيدوا المقادير. طريقة بسيطة وسهلة، ومحدش هيقولكوا الأسرار دي. يلا تابعوني عشان تعرفوا الطريقة بالتفصيل. هنسمي الله وندخل في طريقتنا على طول. معايا كيلو الا ربع من الزبدة النباتي أو الحيواني زي ما بتفضليها، بس يفضل الحيواني بيبقى طعمها أحلى بكتير. طبعا المتواجد عندنا بتقوم بالغرض، يعني اللي متواجد اشتغلوا بيها. كيلو الا ربع مقدار 750 جرام. اوكي. وهنشتغل بالمضرب الكهربائي كده، نقعد نخفق نخفق لما يبقى قوامها كريمي وتبيض شويه بالشكل ده. هنا هنضيف مقدار 200 جرام من السكر، يعني مقدار الكوبايه الكبيره اللي انتوا شايفينها دي. وهبتدي اخفق. طبعا السكر هضيفه بالتدريج، انا هضيفه على مرتين، وهفضل اضرب كده لما يتداخل كل الحاجات دي مع بعض. ده الجزء التاني من السكر والاخير، هو 200 جرام مقدار كوباية كبيرة. اوكي. وهنفضل نخلط لحد ما القوام برضو يبقى كريمي اكتر. نجاح البيتي فور القوام بتاعه، كل ما تضربي كل ما القوام يفتح يبقى كريمي مزبت كده. طول ما انتي تعرفي ان انتي ماشية كده على الطريق الصح، انتي كده شغالة تمام. هنضيف معلقتين كبار من اللبن البودر، طبعا احنا عارفين ان هو بيفرق جدا جدا في اي معجنات بصفة عامة يعني. طبعا البيتي فور كل ما كان قوامه كده يعني ناعم ودايب كل ما كان احلى، وطبعا اللبن النيدو بيدي القوام ده. تعالوا بقى نشوف البيض اللي هنضيفه. هضيف الاول مقدار بيضة كاملة، وهديها شوية من الفانيلا، وهخفق لحد ما البيضة دي القوام بتاعها يروح خالص ويندمج جدا مع القوام الكريمي ده. هنضيف بيضة كمان كاملة، وهعمل نفس الطريقة بالظبط، وهفضل اضرب لحد ما تختفي خالص. نيجي بقى للإضافة اللي بعد كده. هضيف صفار بيضتين، صفار مش بيض كامل. المقدار ده هيطلع معاكم البيتي فور بجد زي اللي بتشتريه من بره بالظبط. قوام ناعم كده وسوفت واملس وفي منتهى الجمال. انا خدت 2 صفار بيض وضفت لها شويه من الفانيلا، وهضيفهم مره واحده بالتدريج زي ما انتوا حابين، مش فارقه كتير. المهم ان انا اخفق كويس جدا ويدوب خالص في القوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. ودي كانت اخر اضافه. هنكمل بقى خفق زي ما انتوا شايفين كده لحد ما القوام يبقى سوفت قوي واللون افتح، يبقى القوام مزبد وكريمي زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى نشوف الدقيق بتاعنا هنضيفه ازاي، لان ده سر تاني ومهم جدا من اسرار نجاح البيتي فور. لازم يتنخل كويس في بولة خارجية. ليه خارجية؟ عشان هبتدي اضيفه بالتدريج مش كامل، لان كل نوع دقيق بيختلف عن الدقيق اللي قبله. في دقيق سريع للامتصاص وفي دقيق لا. فهبتدي اضيفه وبقلب الاسباتيولا كده عشان اشوف النسبة بعيني، يعني دي بتتوقف عليكي انتي. انا ما بحبش اضيف الدقيق بتاعي بالكامل في اي نوع معجنات، دايما اسيب كوبايه صغيره كده للاخر، احتاجها او ما احتاجهاش عشان ما تضيعليش الدنيا. وبعد كده بقلب وبضيف بالتدريج، بفضل اعمل كده لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. ونيجي بقى لاجمل مرحله. انا بعشق اللعب في البيتي فور، احب انا اقلبه قوي كده. شايفين؟ حاسه ان انا ماسكه حاجه فلافي كده، حاجه يعني ملهاش وصف بصراحة. بحب أعجنه قوي، بقى سوفت كده وناعم وجميل. بقعد بقى ايه ألم العجين، ما بعجنش بلم. طبعا أنا سبت كوباية صغيرة ما ضفتهاش، وأنا شايفة إن القوام كده مظبوط جدا، عشان لما أحطه في القمع يبقى شغال معايا كده بسلاسة. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ هشة قوي. هنا عندنا الشكلين دول وهما أساسيين للبيتي فور. أنا بختار الشكل الصغير المدبب اللي قدام ده، لأنه دوت بيطلع الشكل المنقوش الجميل ده، ويبقى كمان الرسمة بتاعته بارزة قوي. هشتغل بيها. شايفين بقى القمع ما شاء الله شغالة فيه جامد ازاي، يعني حاجة كده بتجري لوحدها. وده أكبر دليل إن العجينة بتاعتنا ناجحة.
وما شاء الله القوام بتاعها جميل قد ايه قد ايه. هي النقشة بتاعتها بارزة، وده شكلها بعد ما استوت نفس الحجم ونفس النقشة بارزة. ما شاء الله ملهاش اي حل، ناجحة جدا. شايفين كمان قد ايه مرملة ودايبة في منتهى الجمال. نيجي بقى لنقشة تانية بنفس القمع. انا القمع ده عجبني اكتر من التاني، يعني 7 في 8 ده حلو وكل حاجة، بس بيطلع النقشة شوية عريضة، إنما هنا النقشة تبقى رفنعة كده وجميلة، وبصراحة بتظهر شكل البوتيفور أكتر، فأنا بحبها. هتلاحظوا إن أنا بقدم لكم أي شكل قبل وبعد التسوية عشان تتأكدوا إن الحجم زي ما هو، لا فرشت ولا اتضاعفت ولا أي حاجة. والصاج ده عاملاه ميكس كده ما بين الشكلين الجمال دول، شكل الوردة والشكل التاني الغريب ده اللي أنا بعشقه، معرفش اسمه ايه بس أنا مسميه أنفد يعني. ما تضحكوش عليا، بس شكل الأنفد ده عجبني جدا جدا. شكلها كمان بعد ما استوت ما شاء الله في منتهى الجمال، ناجحة جدا جدا. تعالى أعمل لكم شكل تاني بسر جديد. عشان نحول جزء الشوكولاتة لازم أضيف كاكاو خام أسباني. هضيف معلقة كبيرة عليها معلقة كبيرة برضو من الزبدة. ليه بقى؟ عشان الكاكاو ده عشان ينضاف ويدينا الدرجة المطلوبة لازم يتحول لعجين، وما ينفعش اضيف له اي سوائل، لا ميه ولا لبن ولا اي حاجه من دي. فبضيف له معلقه من الزبده عشان يتحول للقوام الكريمي، واضيفه بالشكل ده للعجينه. شايفين دي طالعه جميله قد ايه؟ سوفت خالص خالص، يعني ملبن زي ما بيقولوا، هتجري معانا دلوقتي في القمع. شايفين جميله قد ايه؟ في حالة بقى لو ضفنا الكاكاو بدون معلقة الزبدة دي، العجينة بتنشف أكتر وبتبقى غليظة كده وما بتتحركش خالص في القمع. إضافة المعلقة دي خلت القوام انسيابي خالص، والعجينة سوفت جدا وبتتحرك بكل سهولة، وبشكلها بطريقة بسيطة جدا وسهلة. زي ما انتم شايفين طالعة ناجحة جدا، قوامها في منتهى الجمال، والرسمة بارزة قوي زي ما انتم شايفين. شايفين بقى بتجري في القمع ازاي؟ ما شاء الله، لا تقل جمالا على اللي احنا عملناها في الأول خالص، ولا اختلفت ولا غيرت في شكل العجينة ولا أي حاجة. وهو ده سر تاني من أسرار، أو تالت من أسرار نجاح البيتي فور. لسه في جاي كتير. تابعوا معايا. شايفين الجمال بقى؟ بجد غير عادية، شكلها في منتهى الجمال. وده شكل البيتي فور بعد ما خرج معانا. ده الشكل اللي احنا عملناه بالفانيلا، كترت منه شوية عشان أنا بحبه. وده شكل الشوكولاتة، الاتنين أنجح من بعض. تعالوا بقى نشوف الصوصات اللي هنشتغل عليها. في معانا صوص فستق وفي لوتس المتوفر عندنا. انا قلت بس اغير واكسر الريتم بتاع الشوكولاته بتاع المربى، فاهمني؟ فانا قلت اغير، يعني انا عندي لوتس وجبت كمان معاها الفستق. انا بعشق طعم الفستق اساسا، طعمه غير عادي، واللوتس كمان جميل جدا. شويه مكسرات بقى محمصه حسب المتواجد، مش متواجد عادي خالص. بضيف بقى نقطتين كده في النص، حاجة بسيطة يعني. يعني دي وسيلة للزق مكان المربى. طبعا لو ما فيش في مربى تمام جدا، بتقوم بالغرض وبتدينا الطعم اللي تحفة، اللي كلنا اتربينا وتعودنا عليه. انا بحبها بالمربى جدا على فكرة، بس قلنا نغير شوية يعني كتغيير. اوكي، تعالوا بقى نشوف طرق مختلفة للتزيين. يعني احنا ممكن بالمعلقة كده نفضل رايح جاي، نديها شوية من الفستق. ممكن بعد ما اقفلها كده انزل بيها بشرايح كده. انا بصراحة لما حطيتها في كيس بقت اسهل بالنسبة لي بكتير ان انا اشكل. يعني شوية كده من اللوز المبشور. ادوا بقى الشكل اللي انتوا عايزينه، يعني دي بتاعتكم. العبوا بقى، العبوا واتبسطوا. انا عايزه اقول لكم ولادي لعبوا لعب بعد التصوير ده مش هقدر اوصف لكم يعني. شايفين الحاجات السيمبل البسيطه دي بتدي شكل اجمل على فكره. يعني مش لازم نقعد بقى نحط أشكال كتير وندخل ونلغوص وننزل ونطلع. لا، ده حاجات بسيطة أوي سيمبل كده، وبتبقى مش مكلفة في الآخر، اللي انتوا ضفتوا إضافات بسيطة، يعني عملتوا تاتش بسيط كده. شايفين جميلة قد إيه؟ تعالى أقولك على سر حصري لنجاح البيتي فور. لو العجينة طلعت متماسكة نعمل إيه؟ هجيب من معلقتين ل3 من الزبدة يتخفقوا كويس جدا، مع معلقة صغيرة خالص من السكر البودر مع صفار بيضة. وبعد ما يبقى قوامهم كريمي قوي هضيفهم للعجينة وادمجهم كويس جدا، هتطلع معاكي بعد كده ممتازة. بالنسبة للصوص عملناه ازاي؟ سيكة من الزيت وعملوه حمام مية سخنة، ما عدا الفستق هو اوريدي جاهز، عملت له حمام مية سخنة بس. شايفين الاشكال جميلة قد ايه؟ كل ما كانت بسيطة كل ما كانت اجمل. وتلات ارباع الطبق الشيك اللي انتوا شايفينه ده ولادي هم اللي عاملينه. مش بيقولوا العيد فرحة؟ العيد فرحة عشان كلنا بنفرح مع بعض، بنشارك مع بعض عشان الحاجة بتطلع اجمل بكتير. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى الاسرار اللي انا قلتها لكم تكون فادتكم. كانت معاكم سبا العرايشي،
وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين.